تصدق انك ممكن تكون بتاخد ذنوب وانت بتذاكر؟ ايوه، في حاجات بنعملها واحنا بنذاكر بتضيع حسناتنا من غير ما نحس. ركز معايا في الدقايق الجاية عشان ممكن حياتك تتغير بسبب الفيديو ده. في طلاب كتير اول ما تمسك الكتاب يشغل اغاني، يقعد يتفرج على فيديوهات تافهة، وفي ناس بتذاكر وخلاص من غير ما يكون عندهم نية. والمفروض انك كمؤمن تخلي وقتك كله حسنات. ازاي؟ بكل بساطة تنوي انك بتذاكر عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، تنفع نفسك، تساعد اهلك، وتفيد الناس بعلمك. وساعتها كل ثانية مذاكرة حسنات بتتكتب لك، حتى لو بتذاكر مواد ملهاش علاقة بالدين. مدام نيتك لله يبقى وقتك عبادة. نصيحة كمان، ابعد عن الأغاني والحرام. شغل قرآن وانت بتذاكر أو اسمع محاضرة خفيفة لو بتعرف تذاكر كده. ده هيدي لوقتك بركة وهتلاقي نفسك بتفهم أسرع إن شاء الله. وفي دعاء سهل قوله دايما قبل المذاكرة: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لو استفدت ما تبخلش بنشر الفيديو، ممكن واحد غيرك يسمع الكلمتين دول وربنا يهديه على ايدك. وما تنساش حسناتك شغالة وانت نايم لو سبت الفيديو ده يوصل لحد محتاجه. وفي النهاية ربنا يوفقنا جميعا. أنا عبد الرحمن شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.